تيجوا اعلمكم ازاي تعملوا كريم التفتيح والترطيب في بيتكم باربع مكونات بس، ومنهم مكون لازم يبقى عندكم عشان انتوا هتعملوا بيه حاجات كتير قوي في حياتكم لشعركم ولبشرتكم وهيغير دنيتكم اساسا. ما تيجوا بينا يلا. اول مكون معانا وهو زبده الشيا. زبده الشيا لازم تبقى، بصوا عامله ازاي، بصوا شايفين عامله، احنا كده بقالنا تقريبا حوالي 10 دقايق بنسيحها. بصوا متماسكه ازاي كده في نفسها، مش سايحه كده ومايحه، لا يعني بتاخد وقت عقبال لما تسيح علشان تبقى مش مخلوطه. والاهم بقى من ده كله ان انتوا ممكن تعملوها في حمام ميه سخنه او تحطوها على النار هاديه جدا 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 جدا. اهم حاجه يبقوا الحاجه الكونتينر اللي انتوا حاطين فيه او الحله اللي انتوا حاطين فيه زبده الشيا يبقى بيستحمل درجه حراره عاليه علشان ما يشيطش مننا زبده الشيا. طبعا انتوا بتختاروا بقى عايزين تعملوها كده او كده، المهم انها تسيح. ولو انتوا حطيتوها دايركت على النار لازم تدوها مثلا ماكسيمم 10 دقائق على نار هاديه لا تسكر، وبعد كده تطفوا النار وتسيبوها بينها وبين نفسها كده بقى تسيح مع حالها. تاني مكون معانا وهو زيت الصبار مش جل الصبار. ناخد بالنا يا جماعه، انا مش بستخدم جل صبار، ده زيت صبار. تمام، بصوا بيبقى هو شبه الجل كده شويه متماسك، يعني هو بين القوام وما بين الزيت وما بين الجل. زبده الشيا بدات تسيح خلاص، يعني بصوا ما فيهاش خلاص كلاكيع غير حاجات بسيطه خالص. فممكن نحط معاها بقى زيت الصبار دلوقتي علشان هياخد وقته. بصوا شايفين ملمسه عامل ازاي، شايفين؟ بصوا هيقب ازاي على الوش، مش هيختلط. انا هقول لكم بقى ازاي هنخليه يختلط. التالت مكون معانا وهو زيت الورد. هتلاقوه مخضر بس عشان احنا لسه حاطين الصبار، لان انا مش كتر مواعين بقى، هي مش كتر مواعين، احنا هندخل مره واحده نعمل مكوناتنا ونطلع. غسيل المواعين وصابون المواعين والميه وكل حاجه بقت غاليه، مش كده؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب واحنا بنصب. زيت الورد يا جماعه بيفتح جدا 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 بس حامي على البشره، فلازم بنحط معاه مرطبات علشان خاطر اي حد بشرته حساسه ما يتحرقش من زيت الورد. يبقى احنا كده حطينا 3 مكونات، فاضل لنا اخر مكون، وهقول لكم في اخر الفيديو المكونات مقاديرها ايه بالظبط عشان نعمل عبوه 100 جرام. وده اخر مكون معانا وهو زيت لوز المر. حد هيقول لي شيء ما عنديش مر، عندي حلو، اقول لك ماشي حطي، بس الاحسن للبشره هو لوز المر. يا جماعه عايزه بس اقول لكم كمان حاجه، ان انتم ممكن تستغنوا عنه عادي، يعني لو مش عندكم مش مأزق، هنتعامل وهنعمل خلطتنا من غيره. انا بس زيت اللوز المر بحب ان هو بيدي ريحه حلوه مع الترطيب العميق، بس زبده الشيا بتقوم بالترطيب العميق الجامد قوي، فهي قايمه بالدور والزياده والواجب وكل حاجه. لوز المر ده اوبشنال، ممكن تحطوه ممكن لا، بس انا دايما بحطه في الخلطه بتاعتي. بسم الله. لحد اخر قطره في الازازه. وهنسيبهم يهدوا كده مع بعض شويه، وهنبتدي بقى نضرب بمضرب البيض. سيبناها تجمد شويه علشان تمسك نفسها عشان نعرف نضرب بمضرب البيض او الخلاط اللي عندكم متاح هيستخدم. بصوا لونها بقى عامل ازاي، بس من جوه عامله ازاي. بصوا مضرب البيض بقى هو او الخلاط هو اللي هيخليها تمسك نفسها اكتر، يبقى ملمسها كريمي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى عامل ازاي، ملمس كريمي ازاي، عشان صوتي يبقى طالع. بصوا بقى ملمس كريمي ازاي وتقيل كده. بصوا كده بقى عندنا كريم تفتيح وترطيب الجسم. طب يا شيخ هو انا ينفع استخدمه على وشي؟ بصي الكريم ممكن نعمل اولا تست حساسيه كده هنا او هنا، لو ما احمرتش وما عملتش اكلان ممكن تستخدميه على وشك عادي. وبتستخدم على الجسم، البيكي، الاندر ارم، الكوع، الركبه، عندك مكان حبوب، المؤخره، كل حته ممكن تستخدمي فيها كريم التفتيح والترطيب. رج كويس قوي العبوه قبل ما نستخدمها. طب يا شاهي العبوه فيها زيت من جوه فاصله، عادي جدا بترجيها. طب يا شاهي في الشتاء بقى زبده الشيا جامده مش عايزه تطلع، تعملي لها حمام ميه سخنه قبل ما
تحطي الكريم على جسمك. كلوز بقى. بصوا عامل شبه الزيت شويه علشان خاطر الحر وزبده الشيا. بصوا على فكره كمان على الايد تحفه عشان هو بيساعد على تطويل الاظافر كمان. والله ده اختراع يا كوتش. بصوا بيدي لمعه ازاي. انت اصلا لو رايحه المصيف راح تعرضي للشمس، زبده الشيا هي واقي للشمس، واقي من الشمس. بصوا هنعمل بقى عبوه 100 جرام، يبقى المقادير 40 جرام زبده شيا خام ما تبقاش مخلوطه، زبده شيا صفراء او عاجي، الاثنين عادي جدا نستخدمها. اهم حاجه يبقوا كده بتدوقوها تعرفوا ان هي اصليه. و30 في 30 جرام زيت ورد، 20 جرام زيت صبار، 10 جرام زيت لوز المر، وممكن تشيلوا زيت اللوز المر وتزودوا زيت الصبار، وبرده الترطيب هيبقى عميق جدا.